السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. عاملين ايه يا احلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير وفتن صحة وافضل حال. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. قاعد عليكم الايام يا رب كده بخير وسلامة. انتوا احبابكم واولادكم. صفي بس المية دي. طبعا حابة اشكر كل حبايب قلبي اللي بيقابلوني او يشوفوني في عروض او على اليوتيوب عموما بيرحبوا بيا. طبعا حبايبنا اللي من زمان فاكريني. طبعا بحب اقدم لهم كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام، واقول لهم ربنا يديم محبتنا كده على بعض ان شاء الله. الفيديو بقى بتاع النهارده سهل وبسيط، هنعمله ان شاء الله بكل سهوله وسلاسه في البيت ومفيهوش اي مشكله. هنعمل الملبن الابيض، عايزه يبقى باي لون تاني مفيش مشكله. طبعا ده لون بيتباع وبتضيفيه بيبقى اللون المناسب اللي انت عايزاه، احمر اصفر اخضر اللي انت حباه. يلا نصلي على الرسول ونذكر الله كده. ويا ريت بقى حبايبنا اللي اول مره يسمعونا او يشوفوا قناتنا ينضموا كده لعيلتنا الجميله ويعملوا اشتراك في القناه ويشيروا اي فيديو ليا لاصدقائهم واحبابهم. يلا نصلي بينا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الملبن هنقول المكونات بتاعته. معايا 2 من المية، مج من المية. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بيهم كده على طول على الوعاء اللي انا هعمل فيه. مرضتش اعمل في الهوك اللي هي الطاسة، قلت اعمل في دي عشان التقليب. وهنحط 1 إلا ربع سكر. هضيف هنا مج إلا ربع تاني، وهنضيف هنا عليهم 80 جرام من النشا. انا وزنتهم طبعا عندي الميزان، وهقول لكم دلوقتي لو عملناهم كده بالمعالق الكبيرة هيبقوا كام معلقة هرميين كده. ادي 1 2 3 4، يعني هنقول 5 معالق. 5 معالق هرميين من النشا. تمام. هنضيف عليهم معلقة من عسل الجلوكوز، وهنضيف عليهم رشة من الفانيليا. حابة تحطي ماء ورد تمام، انا مش حابة بصراحة احط ماء ورد. كل ده كده هدوقه دلوقتي اما ازود السكر ونرجع مع بعض تاني. اهو 1 إلا ربع تاني اهو مج بضيفه، وهضيف معلقة من عسل الجلوكوز. انا طبعا حطيت المعلقة علشان ايه مش طايلة. هحطها دلوقتي واضيف كله ده كده على البارد. اقلب كل ده على البارد واولع عليه وارجع معاكم تاني. ولعت كده اهو. بصوا انا ساندة المعلقة عشان اوريها لكم. معلقة كده هرمية من عسل الجلوكوز. هقلبه برضو كده، اسيبه كده يسيح. عمل كده على حرف الحلة مش مشكلة. بنقلبه كله ونضيفه كده على النار، نرفعه على النار على نار متوسطة اهو. طبعا دوبته وانا عاملاه اصلا على نار هادية زي ما انتم شايفين كده، وبقلب فيه كده. ممكن تعملي اي حاجة في المطبخ وانتي واقفة كده، وتقليب مستمر بقى لحد ما نطبخه على نار هادية. بيتطبخ على نار هادية، ما تعليش النار. تمام. طبعا لو انت مش عندك اللهم صل على حضرة سيدي محمد سكر الجلوكوز، ممكن تستعملي عسل ابيض، معلقة عسل ابيض. اللي بنحط سكر جلوكوز بيحافظ عليه لفترة اطول وبيخليه ما يسكرش، سواء في الحلويات برضو سمسمية او فولية او حمصية او الملبن او الحلويات عموما يعني، او الشربات اللي بنعمله بنضيف له طبعا سكر جلوكوز. على فكرة البرطمان ده كله كنت جايباه تقريبا من فترة، ممكن يكون دلوقتي غلي. كنت جايباه ب15 جنيه او ب20 حاجة زي كده يعني، وخلاص قرب يخلص عندي اهو. ان شاء الله هجيب واحد تاني. عندنا بقى علبة بنبدرها كويس بالنشا عشان لما اجي اصب الملبن بتاعي واجي انزله بعد ما احطه في التلاجة ان شاء الله ما يلزقش. هفصل بقى عشان الفيديو ما يطولش ونرجع في المرحلة الجاية. طبعا انا
بطبخه على نار هادية، لازم نار هادية عشان النشا اللي في السكر تتطبخ كويس. واقلب. طبعا انا مش مالكة عشان ماسكة التليفون. بصوا مفيهوش اي تكتلات. عملت هنا بقى العلبة دي كده، حطيت شوية نشا كتير كده، بدرتها كويس عشان لما اجي اصبه. حبايبي، اول ما كده احس ان هو بيفصل من الحلة واعمله كده ما يرجعش تاني كده بسهولة، يعني لو رجع بسهولة يبقى لسه. بصوا اما يرجع كده بصعوبة يبقى هو خلاص كده قرب، وتلاقيه كده بيفصل ومن الحلة، يعني ما بيبقاش لازق زي الاول في الحلة. بصوا اللون بتاعه جميل جدا. طبعا في ظل الغلاء اللي احنا فيه، الحاجة اللي احنا نقدر نعملها في البيت نعملها، مخليش حد يستغلنا، وهو سهل جدا جدا. بصوا كل ما بنقلب فيه وبيعمل كثافته طبعا بتقل، ان هو كان ازيد من كده. بصوا ما بيرجعش بسهولة، بصوا بصعوبة. خلاص شوية كمان وهقوم مطفيه عليه. حبايب قلبي، بصوا عملنا ازاي نوكي وجميل. دلوقتي بقى هنقلبه كده في العلبة اهو. طبعا سخنة جدا جدا. هقلبه بقى وارجع لكم تاني. حبايب قلبي صبيته كده، هرش بقى اغرقه كده نشا من فوق واحطه في التلاجة من حوالي ساعة ونص لساعتين، وبعد كده نرجع نشوفه مع بعض. قلبي الغاليين اهو. بصوا متماسك على فكرة، ما قعدش ساعتين في التلاجة زي ما انا كنت قايله لكم، يعني قعدته كده حوالي يعني ساعة الا ربع. نبدأ نقطعه. بصوا جميل جدا اهو. بصوا بيفصل ازاي معايا. بصوا السكينة نضيفة. نبدأ بقى نقطعه كده وارجع لكم تاني. حبايبي قطعته كده بالمنظر الجميل ده. تعالوا كده ناخد قطعة معانا. بصوا شايفين الجمال، متماسك زي الفل. على فكرة هو لسه دافي برضو، انا ما قعدته ساعتين ولا حاجة في التلاجة، بس بصيت عليه لقيته متماسك زي الفل. بجد وصفة ناجحة 1000000%. نقدر نعمل بيه اي حشوات واي حاجة احنا عايزينها، وحاجة نضيفة واحنا عملناها بايدينا في البيت. يلا بقى، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير، تحطوا لايك كده لأم أمنية، ودعوة حلوة من قلبكم، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.